يا مساء السعادة على اللفت اللي بالزيادة. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأتم حال. وحشتونا كتير اوي. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. بصوا بقى، بما ان اللفت اليومين دول منتشر وجميل كده وحلو، كنت بصراحة كان نفسي اعمله. بصراحة يعني انا في ناس اول ما بيطلع بتخاف تجيبه، لكن انا الحمد لله بجيبه في اي وقت وفي اي مكان بلاقيه الحمد لله. هنا بقى كان نزلت السوق، والله كنت رايحة مخصوص عشانه. انا يعني ايه، بحب اللفت ده عامة في البيت احسن من المخلل، بيبقى حنين كده ويعني ما بيتعبش زي المخلل، بيبقى حدقه حلو زي حدق الطبيخ كده. تمام تمام. هنا بقى ايه، لقيت ناس بتبيع 3 ب10. مشيت شوية طبعا، ما بستعجلش واخد من ايه، من اول حد يقابلني، لا، خليكي شاطرة ومدبرة كده زي المرودي. اسألي ده وده وده، بصي اتمشي كده وتجولي في قلب السوق. هتلاقي اسعار عشان ما تتسرعش. مثلا انت لو رحتي وجبتي اتدبستي، خلاص البايع لا دام باعلك حاجة انسي ان هو يرجعلك تاني، فهيسمعك كلمتين كده رايقين وفي الاخر مش هياخدهم. تمام. فاحنا ليه نفرج علينا الناس؟ احنا نمشي ونتجول كده ونشوف اسعار دوت واسعار دوت و بس يا رحمة، الناس يعني الناس اللي تلاقيها اسعارها حلوة هاتيها، هاتي منها. والله ما مركزة، جات لي القلق هتقرفنا. المهم يا حبايب قلبي ركزوا معايا لا ملكوش دعوة بيها. هنا بقى لقيت في حد بيبيع 3 ب10. مشيت شوية والله لقيت في ست كويسة كده، قالت لي ال4 ب10. قلت لها يا شيخة؟ قالت لي والله. قلت لها طيب. قلبي بقى، كان حتى شوية على الأرض كده. قلت لها قلبي لنا شكارة عشان ايه ننقي منها كده، ما يغركوش اللي انا جايباه كبير. بصوا هو طري ميه، بص السكينه بتجري فيه ازاي. فانا جبته بقى، قعدت اشيل شنباته وقعدت اشيل الحتت الزياده والحتت اللي مش كده. على فكره العروق ديت بتتخلل، بتبقى طعمها والله العظيم روعه، احسن من اللفت، بتقرقش كده وبتديك قرمشه تحفه. انا عندي ما شاء الله، انا جوزي ده يوميا اللفت ده يكون موجود، حتى لو هاكل جبنة بيحبوا وبيعشقوا بصراحة والله العظيم. فهنا كنت جبته بقى وقعدت زي ما انتوا شايفيني كده، واخدة براحي، وجبت صينية بقيت اشيل الحتت اللي هي مش نضيفة فيه ومش كويسة. وبعد كده رحت مقطعة اي تقطيعة تناسبك. لو انت عندك القطعة اللي هي بتاعت اللفت والجزر دي ماشي، ما عندكش النبي عربي فاعملي بايدك وقطعي بالسكينة. بصي حاولي تخليها سميكة، يعني سيكة حلوة، والله سميكة سيكة حلوة. المهم خليها سميكة سيكة كده عشان ايه، وقت ما يقعد فترة اطول عندك ما يتهريش منك. خليكي معايا في اخر الفيديو بقى عشان انا هقولك على اسرار وتكات وحركات والله العظيم وانا بشتري. والله ست كبيرة يعني ما شاء الله، يعني يعتبر جدة. فالمهم هي بتنقي، فهي ست بتقول لها خديلك ب20. قالت لها لا ده انا اخد ب10، وخايفة عشان بيسود مني. يعني انا بقى هقولك على حركات وتكات تخليه معاكي لونه ده تحفة وبيقرمش من اول حتة لاخر حتة، والمية كمان تستعمليها لتاني تخليلة. تمام. هنا بقى انا كنت غسلته اهو ونقعته في قلب الجردل، بغسله مرة واتنين وتلاتة لغاية اما ميته ديت يشرب منها العصفور، تبقى بيضة زي القشطة. تمام. ماشي. بحب انا اغسله مرة واتنين عشان طبعا بيبقى فيه طين. وخدي بالك اهم حاجة الغسيل، الغسيل ثم الغسيل ثم الغسيل، سيبك من اي حاجة. دي اهم خطوات اللفت. هنا بقى بقيت اغسله مرة واتنين وتلاتة واحط على الصينية، لاني ما عنديش حاجة واسعة، او مش ما عنديش، عندي مكسلة اجيبها تحت السرير. المهم يا حبيبة قلبي انت وهي، انا عايزة اللايك والكومنت جميل كده منك، وشيري لصاحبتك لجارتك لاختك لخالتك لاي حد يعني تعرفي، شيري الفيديو بتاعي عشان بس ايه، فيديوهاتي كده تنتشر هنا وهنا وهنا. وطبعا بحب اوجه رسالة لكل الناس اللي انضمت معانا واشتركت عندي في القناة. بقول لهم ان انتوا شرفتوني ونورتوني، والله العظيم وجودكم معايا في القناة دي تاج على راسي. تمام. هنا بقى ايه، تحطي شوية ملح كده تهبطيه. عايزة تحطي ملح خشن حطي، عايزة تحطي ملح زي العادي ده اللي انا بحطه حطي. المهم لازم تحطي ملح. ليه بقى يا مرودي الخطوة ديت؟ هقولك. المهم
الخطوة دي بتخلي لك اللفت يهبط معاكي. ماشي، ودي خطوة اساسية انا بحب احطها. ماشي. ماشي. ايه تاني بقى؟ احنا غسلناه ونقعناه وشطفناه ومرة واتنين وتلاتة، بعد كده جبنا حاجة حطينا فيه وحطينا رشينا عليه ملح من فوق الوش. في نفس اليوم ده كله، في نفس اليوم هنا بقى سخنت ميه، بصي داخله على الغليان تحطي فيها الملح برضك، لان الشويه اللي احنا حطيناهم في الاول دول مش دول اللي هيحدقوا لنا الايه اللفت. لا، حطي شويه هنا. تعالي معايا بقى انا اقول لك تحطي ايه مع الملح. حطي الملح طبعا، انتي بتبقي عارفه يعني، انا ما بعرفش احدده والله العظيم. قسما بالله بحط بالبركه كده وبيطلع زي العسل. هنا بنجرة طبعا كنت شارياها ب2 جنيه، مش غالي يعني. البنجر ده مفيد جدا، سيبك ان هو بيدي لون، بس كله فيتامينات وحلو قوي للناس اللي عندها انيميا. تمام. انا بقطعه. في ناس بتضربه في الخلاط. الطريقة اللي تناسبك اعملي بيها، والطريقة اللي تريحك والاسهل ليكي يعني ايه، اعتمديها في الوصفة دي. طبعا انا حطيت نصه هنا في المية. ماشي. ونص مخليه احطه على وش. ماشي. هنا بنحط ايه تاني بقى يا مرودي مع الملح؟ بحط معلقه سكر. تمام. ما تقلقيش، هي مش هتسكرهولك، هو بس عشان يساعد على القرمشه. هنا بقى سخنت وبقيت احط اهو زي ما انتم شايفين. طبعا والله في اليوم ده كان طالع عيني، كان عندي دورة بط، استغفر الله العظيم. المهم جبتها وذبحتها واتخلصت منها، قتلته ذبحته خلاص. والله كنت في اليوم ده تعبانه وكنت بصور لكم يعني ايه اللي في برضك، قلت لا لازما يعني اكمل الفيديو حتى لو فيه ايه. شايفين؟ يا ريت بقى تقدروا تعبي دهوت وما تستخسروش فينا اللايك. هنا بقى بقيت ازود في قلب الجردل زي ما انتم شايفين شويه شويه كده، لازما الميه تغطيه. بعد كده سخنت ميه تاني لان الميه يعتبر ما قضتش، سخنت ميه تاني. وهنا كان في شويه في قلب الحله برضو كسبتهم، قلت ابقى اعملهم ايه كمان لوحدهم كده، لان المكان ايه بتاع الشركة كانت مالة خلاص. وهنا تاني هسخن ميه حبايب قلبي واحط بقى، وان شاء الله انتظروني. طبعا بسيبه يومين 3 كده وبيبقى زي الفل. انتظروني الفيديو الجاي اوريكم اتعمل ازاي.